السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج حليوات رائعين ما غنحتاجوش فيهم الفران نهائيا. حليوات اللي دغيا دغيا كيوجدوا، كي قلت لكم ما كنحتاجوش نطيبوهم وتوجدوهم حتى لاخر لحظه، والمذاق ديالهم كيجي رائع، واللي غادي تجربوهم غترد عليا الخبر. يعني من اسهل واسرع الحلويات اللي ممكن تحضروا، ولداد ما تشبعوش منهم وتيخرجوا كميه اللي هي معقوله. غندوزو مباشرة للشكل الأول. غادي نحتاج فيه الزلافة. العبار غناخدو بالزلافة، الزلافة ديال الحريرة اللي معروفة كتكون في الدار، اللي كتكون موين. الزلافة ديال الكورن فليكس، هذا النوع هذا اللي معروف، راه تقريبا هذا هو الرخيص ومعروف وتيكون زوين مقرمش وهو اللي كيليق للحلويات. بالنسبة للكمية، انا خديت لاشية فيها 150 غرام. ديك الساشيه اللي كدير 12 درهم تقريبا، هذيك هي باش خدمت، قسمتها على جوج وخدمت بها في الحلوه الاولى والثانيه. المهم خديت الزلافه، حاولت نهرمشها هكا بيديا، ما كنطحنوش، غادي غير نهرمشو بيديا، خصو يبقى ليا هكاك حبيبات اللي يكونوا باينين، اولا الحبات تهرس ولكن ما بغيتهاش تطحن، تكون هكاك حبيبات باينين. غادي نحتاج الزلافانيت ديال اللوز ايفيلي اللي حمرته في الفران. حاولوا تحمروه مزيان على عافيه اللي تكون مهيله، شعلوه من التحت ومن الفوق وخليوه يعني مع المراقبه من طبيعه الحال حتى كيتحمر لكم ويتقرمش. كل ما تحمر كل ما عطاكم مذاق زوين في هذه الحلوه، ومن طبيعه الحال كتخدموا به هو بارد. وغنحتاج نص زلافه ديال الفيوتين. بالنسبه للفيوتين راكم عارفينه كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. اللي ما لقاتوش او اللي ما عندهاش ممكن تعوضوا بالقليل من اللوز، مثلا مقلي او محمر ومهرمش رقيق. المهم الاساس عندي في هذه الحلوه اللوز ايفيلي وداك الكورن فليكس، وكي قلت لكم الفيتين حتى هو راه كيعطي مذاق زوين، ما كانش عوضوه بلوز محمر ومهرمش رقيق. غنحتاج 300 غرام ديال الشوكولا الشوكولا بلون ماشي نوار، الشوكولاط الابيض. انا اختاريت نوعيه جيده، خدمت انا بشوكولا غيش. تقدروا تخدموا باي نوع من طبيعه الحال، ولكن الا بغيتوا البنه خدموا بشوكولا غيش. كندوبو في البان ماغي، او فكرتوني تقدروا تخلطوا، ديروا مثلا نص غيش ونص سكر شوكولاتي، نتوما وعلى حسب الاستطاعه ديالكم. غير هما كل ما بغيتوا حاجه تكون بنينه كنديروا الشوكولات اللي يكون بنين. كندوبو في البان ماغي مزيان، وغنزيد ليه واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده، شي زيت تكون زوينه هكاك ديال الحلويات، هكا باش الشوكولات ملي تيجمد او الحلوه ملي كتجمد او كتبرد ما كيجيناش داك الشوكولات قاصح جامد، يعني كتجي العطه ديالو زوينه. هادشي علاش كنديروا ديك المعلقه ديال الزويته. صافي هادشي اللي كاين في هاد الحليوه هادي، هاد الحليوه الاولانيه. غادي نخلط هادشي مزيان مع الشوكولاته حتى كيتلبس ليا كاع الحبات اللي عندي ديال هادشي باش خدامه، خصهم يتلبسوا ليا كاملين بالشوكولاط. ضروري تلبسوا ليا بالشوكولاط، الا جاو ملبسين مزيان بالشوكولا كتجي هاد الحلوه مقرمشه وكتبقى مده طويله مقرمشه، لانه داك الشوكولاط كيحافظ على ديك التقرميشه ديال هادشي اللي خدمنا به. مفاهمين؟ يعني غير ما يكونش تاني الشوكولات كتر من قياسه، القياس اللي غادي يتلبس ليا به هاد المكسرات باش خدامه، او هذاك الكورن فليكس ولوز ايفيلي. صافي تتكون عندي الحلوه هي تخلطات مزيان، كتكون واجده مباشره، كنكون موجده دوك الكيفات ديال الحلوه وكنبداو نعمروا فيهم. وحاولوا تعطيو الحلوه واحد الشكل يكون بحال مقبب، يعني حاولوا تطلعوا هكاك داك الحشوه او هذيك الخليط، حاولوا تطلعوه شويه للفوق باش يجي كل ما جات هكا مقببه كتعطي منظر زوين. يعني ما تجيبوهاش صامته ولا ما ديروش غير شويه في الكيسات، حاولوا تعمروهم وخليهم واحد شويه، يعني حطوها هكا من الفوق، ديروا واحد القبه باش كتعطيكم واحد المنظر اللي هو زوين في هذه الحلوه. بالنسبه الا كنتو خدامين الجو بارد وبدا كيبرد لكم الشوكولاط على الحلوه ديالكم وانتم باقيين كتعمروا، تقدروا تحطوها غير في البان ماغي عادي وتعاودوا تطلقوها وتخدموا بها. صافي غنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله، انا حاولت ضربت عليها باش ما نعاودش ندفي، يعني نخدم خطره بحده. ملي كنسالي غادي ندخلهم للثلاجه يشدوا راسهم. بالنسبه للحلوه الثانيه او الشكل الثاني اللي غيكون بالشوكولا نوار، غنحتاج ربعه ديال الكاوكاو. في الاول درنا اللوز، دابا غنديرو كاوكاو. ربعه ديال الكاوكاو، كتاخذوا داك المفسوخ وغسلوه اولا غير نقيوه مسحوه وقليوه في الزيت بارده. الطريقه باش مولفين كنقليو كاوكاو زيت بارده عافيه مهيله، وكنبقى كنحرك فيه حتى كياخذ واحد اللوين اللي هو زوين من الداخل ومن برا، وتيتقرمش وتيتحمر غير يبان لكم تذهب. صافي كتسقطروه، ومن بعد غادي تهرمشوه مع قبيصه ديال الملحه في الهاشوار. حاولوا تهرمشوه رقيق واحد شويه. غنحتاج داك الكميه اللي بقات ليا ديال الكورن فليكس من ديك الساشيه اللي خديت، بقات ليا تقريبا واحد الزلافه الا ربع.
يعني الزلافه ما عمرهاش من الكورن فليكس، حتى هو غادي نهرمشو سواء بيديه ولا بالمعلقه. كي قلت لكم ما طحنوهش هو في الطحانه، لانه غادي يتطحن بزاف، بغيناه حنا مهرمش اولا بغيناه يكون باين. المكون الثالث هو الشوفان. خديت نص زلافه ديال الشوفان وحمرتها في المقله مع معلقه ديال الزبده وصاشيه ديال سكر الفاني، وكنبقى كنحركها في المقله مزيان، كنحرك هذاك الشوفان حتى كيتحمر وتيتكراميليزا اولا تيتحمر وكياخذ واحد اللوين مذهب زوين وتيتقرمش. وراه كيجي زوين في هذا الحلوه وما كيبانش باننا دايرين الشوفان نهائيا، خصوصا حيت محمر كيجي المذاق ديالو غزال. بالنسبه للشوكولا نواغ حتى هنايا درت 300 غرام ديال شوكولا نواغ. اختاريت شوكولا غيش، تقدروا ديروا اي نوعيه الشوكولات بغيتو، غير كل ما كان الشوكولات بنين الحلوه كتجي بنينه اكثر. زدت عليه واحد المعلقه ديال الزيت، من طبيعه الحال من بعد ما ذوبته في البان ماغي. معلقه ديال الزيت كي قلت لكم كتخلي الحلوه او كتخلي الشوكولات ملي كيجمد ما كيجيش قاصح في العضه ديالو، كيجي زوين، يعني العضه ديالو كتجي زوينه. وغادي نبدا كنلبس عادي بحال الطريقه الاولانيه، كنلبس هاد الحلوه كنحاول نغلفها مزيان بداك الشوكولات. خلطوا مزيان، ضروري تخلطوا مزيان. كي قلت لكم الحبات اللي عندي كاملين خصهم يتلبسوا ليا بالشوكولات، باش هكا كيجيني كتجي الحلوه مقرمشه وكتبقى مقرمشه مده طويله، لانه الشوكولات ملي كيغلف الحلوه كيحافظ عليها، ما كيخليهاش تدخل لها لوميديتي وما كيخليهاش ترطب من بعد. صافي هذا هو الجهد. مباشره كي قلت لكم غنكون موجده هذوك القويعات فاش غادي نخدم، ونبدا كنعمرهم ونحاول نزرب، خصوصا الا كان الجو بارد نحاول نزرب باش ما يجمدش ليا الشوكولات، ونعاود ندفي تاني. نعمر هاد القويعات ديال الحلوه. وكي قلت لكم في الاول نحاول نعطي واحد القبه، ندير واحد القبه من الفوق، يعني نخلي هاد الحلوه يجي شكلها من الفوق عشوائي، كيجي المنظر ديالها زوين بزاف. وملي نسالي حتى هي كندخلها للثلاجه، كنخليها واحد المده بسيطه حتى كتشد راسها مزيان، عاد نقدر نحتفظ بها في البواطات اولا نسد عليها في البواطات. وبالنسبه للكميه راه خرجت ليا كميه معقوله، زعما راه كميه مزيانه. بالنسبه الى مثلا عندكم مناسبه جات على غفله، ولا عندكم شي ضيف على غفله وبغيتو تحطوا شي حاجه اللي تكون زوينه وما فيكمش، ما بغيتوش ديروا شي حاجه اللي هي كثيره، هاد الحليوه راه قاديه لكم الغرض وراه كتجي بنينه. واحد المذاق فيها رائع ما نقول لكمش، يعني حاولوا تجربوها وغادي تعرفوا علاش كنهضر، كتجي رائعه بزاف. وراه كتبقى مقرمشه مده طويله، لانه ما زدنا عليها حتى شي حاجه ديال السوائل اللي تقدر ترطبها. ما زدناش لا مربى ولا حتى شي حاجه اللي ممكن تخليها ترطب، فيها غير الشوكولا ودوك المكسرات باش خدمنا. هذا علاش كتبقى مقرمشه مده طويله. وحنا ملي غادي نساليو راه غنجمعوها في بواطه كتكون كتسد مزيان. كان الجو دافي غنحتفظوا بها في الثلاجه، كان الجو عادي راه ممكن تخليوها غير على برا. هو من الاحسن ديروها في الثلاجه، ولكن تسد مزيان كتبقى لكم مده طويله ما كيوقع لها حتى شي حاجه. وكانوا هادو اقتراحات اليوم، نتمنى الحلوه تعجبكم، نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. نقول لكم خليتكم على خير، نشوفكم من بعد ان شاء الله.